يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي. وحشتوني كتير من الحلقة اللي فاتت، وجاي لكم النهاردة بحلقة جديدة. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم. بس عايزة أفكركم، لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ حلقتنا، يا ريت كلنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتحكي عن إيه. دخلت بهية وبنتها بيت الدجال، وقبل ما يدخلوا لاحظوا وجود عدد كبير من الستات جوه. غطي وشك بالطرحة يا بت، لحسن يكون حد من النسوان اللي جوه يعرفنا وتبقى واقعة سودة. قربوا من بنت قاعدة ورا مكتب خشب قديم، بصت لهم بنظرة تقييمية وتأكدت إنهم من الأغنياء من لبسهم والدهب اللي لابسينه. قامت رحب بيهم وقالت: يا مرحب يا مرحب يا مرحب بالهوانم. خرجت بهية رزمة فلوس كبيرة وادتها للبنت وقالت: عاوزين نقابل الشيخ بس مستعجلين. أخدت الفلوس بلهفة وقالت: من عينيا، أول ما تطلع اللي جوه هدخلكم على طول. واحدة من الستات قالت: يوه، يعني لسه جايين ويدخلوا طوالي واحنا قاعدين من صباحية ربنا؟ البنت بوقاحة: هم دافعين مستعجل، ادفع زيهم وانا ادخلك يا اختي. في الوقت ده خرجت واحدة ست من غرفة الدجال، فدخلت له البنت بسرعة وقالت: الحق يا بهيج، جاي لك زبائن علوي قوي لابسين دهب يفتح محل بحاله. بجد يا بت؟ هما فين؟ بره، ودفعوا كومة فلوس عشان يدخلوا طوالي ومستنية يا مخبولة، روح هاتيهم بسرعة. خرجت البنت بسرعة ودخلتهم وقفلت الباب. وقفوا هما الاتنين يبصوا باستعلاء على المكان المقزز بالنسبة لهم. قطع تأملهم بهيج وقال: اتفضلوا يا هوانم، بلاش تاخدوا بالمظاهر، انتوا لسه ما تعرفوش من هو الشيخ بهيج. رمى البخور في النار اللي قدامه. فقالت بهية: احنا سمعنا عنك كتير يا شيخ، وجينا لك عشان تشوف حل لبنتي، عشان تحبل يعني، وكمان جوزها لاف على بنت الخدامة وعايز يتجوزها ومش شايف غيرها. طب الأول اكشفوا وشك انت وهي، وسركم في بير مهما تكونوا مين. ارتبكوا شوية ولكنهم نفذوا الأوامر. اتصدم لما عرف هم مين، فهو يعرف بهية من وهي كانت صغيرة، وكان عاوزها قبل ما تتجوز ابن عمها، وقبل كمان ما يسيب شغله كمزارع، وغاب سنين عن قريتهم ورجع باسم جديد وهيئة جديدة كشيخ يعرف في الأعمال والسحر وكده. هي ما تعرفتش عليه. أخبارك إيه يا بهية؟ وجوزك عامل معاكي إيه؟ بعد ما جابلك ضرة. اتفزعوا الاتنين منه، إزاي قدر يعرف هي مين؟ ولكن اتأكدوا إن سره باتح زي ما بيقولوا. ده انت طلعت شيخ بصحيح وبتعرف كمان، كده أنا هطمن إنك هتعمل اللي احنا عايزينه منك. في الوقت ده كان موجود اللي بيتصنت عليهم من ورا الشباك وبيسمع كل اللي اتقال في الجلسة. ولما سمعوا لتعليمات الدجال اداهم حجاب، واحد لعدنان والتاني لمريم. الأبيض هتخبيه تحت فرشة جوزك، هيخليه يفكر فيكي ويبقى عاوزك ليل ونهار، ولما تحطيه في المية أو في أي حاجة ياكلها. والأسود ده تدفنيه على عتبة دار البت اللي رايدها. أول ما هتخط عليه هو هيكرهها ومش هيطيقها. سمعوا لتعليماته، وقامت بهية وادت له مبلغ كبير زي ما طلب، وعلى وعد انهم هيجوا مرة تانية بعد اسبوع يوم حجاب تاني الحنان يساعدها على الخلفة. وسابوه خرجوا بسرعة وركبوا العربية، وأمروا السواق يطلع بيهم على المول الجديد اللي موجود في مركز المدينة عشان يشتروا اللي خرجوا عشانه من الأساس. دخلت سعيدة وهي بتجري متجهة لبهو السرايا، ما لقتش اللي بتدور عليه. لقت عبير قدامها بترتب المكان، فسألتها بلهفة: فين الحاجة فوزية يا بت؟ ها، يو يا خالة، خضتيني، مالك بتنهجي كده ليه؟ سعيدة باستعجال: ما فيش حاجة، خلصيني بقى وقولي لي الحاجة فين. طلعت من شوية هي والحاجة نعمت على القاعة بتاعتها وقالت لي طلع لهم قهوة. ما ردتش عليها وجريت على فوق. ولما وصلت قدام غرفة الحاجة فوزية خبطت على الباب، ولما سمعت الإذن بالدخول فتحت الباب بلهفة وقفلته وهي بتقول: الحق يا حاجة، مصيبة. فوزية ونعمات بخضة: خير يا رب، في يا وليه كفالة الشر انطقي. اترددت في الكلام قدام نعمات وبصت لها، ففهمت نعمات وقالت: طب انا رايحة بقى اشوف عملوا ايه في الاكل. اقعدي يا نعمات، انا مش بخبي عليكي حاجة، وانت يا بت انطقي، سيبت ركبي. سعيدة وهي بتوطي نبرة صوتها: انا كنت عند نعمة بنت خالي اللي ساكنة في اخر البلد،
بعزمها على الفرح. وانا طالعه من عندها وقفت معاها شويه على باب بيتها، لقيت عربيه فهمي بيه واقفه قدام البيت اللي قبالنا. لما بصيت كويس لقيت الست حنان والست بهية نزلوا منها وبيتلفتوا حواليهم. بعدها دخلوا طوالي. دخلوا فين يا ولية؟ دار الشيخ بهيج اللي بيقولوا عليه يعني بيعمل أعمال للنسوان. ضربت نعمات بإيديها على صدرها. يا لهوي، أعمال وسحر! فوزية بغضب: هي حصلت للسحر يا بهية؟ وبصت لسعيدة وقالت: وسبتيهم هناك ولا عملتي ايه؟ حكيت لهم كل اللي سمعته من ورا الشباك. كمان هتسحر لابني والبت الغلبانة؟ قسما بالله أول ما هتيجي لكن بركة عليها مفطساها تحت مني وهفضحها قدام الكل. فوزية بعقل: لا يا اختي، ما ينفعش نحسسها ان احنا عرفنا حاجة. ليه يا حاجة؟ هنسيبها تسقي ابن السحر؟ يا لهوي، انت اتجننت يا ولية. لا طبعا، بس لو عرفت ان احنا عرفنا مهما حصل واتعمل فيها هتتحمل، ويمكن بعد اللي حصل يتنسي وتروح تاني تجدد العمل، وساعتها مين هيعرفنا؟ طب احنا المرة دي ربنا وقف ويانا وخلاك تشوفيها، انما المرة التانية يا عالم ايه اللي هيحصل. طب هنعمل ايه يا حاجة؟ رسينا على اللي في نافوخك. ده انا عقلي طار وقلبي قايد نار. انت عارفه ان انا بحب عدنان زي ابني والله، عارفه من غير حلفان. وهو ابنك برضه، ما انت مربيه معايا. لما تعبت بعد ولادة حسن عمري ما انسى انك كنت معايا اكتر من اختي وشلت ولادي في عينيكي. المهم هقولك هنعمل ايه. كان قاعد عدنان ورا مكتبه في مصنع اللحوم بيتابع مراجعه شويه اوراق كانت خاصه بشغله، وفي نفس الوقت بيتابع توتر صديقه اللي كان واضح عليه الاضطراب. فمرة يمسك تليفونه ومرة يقف ورا الشباك ومرة يجي يتكلم ويرجع بسرعة يقعد على الكنبة ويحاول يلهي نفسه بأي حاجة. وبعد ما فقد صبره من تصرفاته اللي أثارت غضبه زعق فيه وقال: خير يا هارون، مالك كده زي اللي عليك بيضة ومش راضية تنزل؟ قول لي عاوز ايه طوالي بدل الخوتة دي؟ وقف هارون واتجه ناحيته. أنا ما تنطق يا ابني، في ايه؟ شكلك عامل مصيبة. لا مفيش حاجة، وبعدين اتكلم بالراحة معايا عشان أعرف أقول الكلمتين. اتحرك عدنان من ورا مكتبه ووقف قدامه وقال: حاضر يا حبيبي، تحب أخدك في حضني كده عشان تعرف تفضفض؟ يا باي عليك يا أخي، هو ده وقت هزارك الماسخ؟ سحبه من إيده وقعده جنبه وقال له بجدية: قول طوالي اللي جواك مهما كان. احنا من امتى بنداري حاجة على بعض يا واد؟ ده سري كله معاك. قول بس اللي جواك وأنا سامعك. أنا عارف اللي هقوله ممكن ما توافقش عليه أو تستغربه، اكمني يعني مش قد المقام وفي فرق بينا. استشف عدنان اللي عاوز يقوله صديقه، فهو حاسس بيه من فترة وكان منتظر انه يكلمه، ولكن حب يلعبه شوية. خير يا هارون؟ ايه الكلام ده؟ مقام ايه وزفت ايه على دماغك؟ واحنا من امتى في فرق بينا؟ هارون بتسرع: طب انا عاوز اتجوز اختك منى. انتفض عدنان من مكانه وهو مدعي الغضب: بتقول ايه؟ انت بتبص لحرمة بيتي وبتبص على اختي كمان، وانا اللي مأمن لك ومدخلك بيتي؟ هارون بحزن: اقسم بالله عمري ما اتعدى على حرمة بيتك وصنت الامانة اللي انت حملتها لي، وبدخل بيتك وانا عيني في الارض. كده برضو يا صاحبي بتخوني بعد العمر ده كله؟ طب افسر اللي انت قلته بايه؟ بص هارون في الارض وقال بخجل: غصب عني يا اخويا، ملناش حكم في قلوبنا، وانت مجرب قبلي وعارف كويس. انا عارف ان الفرق بيننا كبير، بس ورحمة ابويا حامل. قطع عدنان كلامه وهو بيضحك واخده بين دراعاته وطبطب على ظهره بقوة وقال: فرق ايه يا اخويا اللي بتتكلم فيه؟ انا كل اللي يهمني اللي ياخد اختي يكون راجل صح ويقدر يحافظ عليها، وانت الراجل ده ومش هلاقي زيك امنه على اختي. حقيقي؟ طب احلف، يعني انت موافق؟ انت اتجننت، هو الكلام ده فيه هزار؟ انا كنت حاسس من مدة واستنيتك تيجي تفتح لي قلبك وتقول لي على اللي جواك، بس انت طولت شوية، ما كنتش عارف ازاي اقولك ممكن ما توافقش. انا مش هلاقي احسن منك لاختي، وانا هفتحها النهارده، ولو وافقت اوعدك مش هتكون غير ليك، بس هنصبر شويه ومش هنقول لحد لما نخلص من اللي احنا فيه. مش عاوز نفتح علينا فتوحه، وخصوصا
إن رفضت بلال ابن عمها، ولو شم خبر هيقومها حريقة، وأنا عايزة أخلص منه على رواقة. فهمني؟ فهمك وعين العقل، بس أنت وعدتني، وأنا من إمتى قلت كلمة ورجعت فيها يا واد أنت؟ حضن هارون بقوة وهو بيقول: يخليك ليه يا أخويا، أنا مهما عملت مش حاضر أوفي جميلك ده باقي عمري. وصلت بهية وبنتها السرايا، وطلعت حنان على جناحها بسرعة. أما بهية قعدت على أقرب كرسي، أما سعادة كانت مستخبية في مكان بتستنى وصولهم زي ما أمرتها الحاجة فوزية. شافت سعيدة بهية بعد ما نزلت من العربية، ودت السواق حاجة، وشافته بعدها بيتسحب زي اللصوص لحد ما وصل لباب الجنينة الخاصة بمريم، ومثل إنه قاعد تحت شجرة. ولما اتأكد من خلو المكان بسرعة حفر في الأرض اللي قدام الباب، ودفن الحجاب الخاص بمريم، وردم عليه بالتراب وطلع يجري. وبعد ما اتأكدت إن هو مشي، دخلت بسرعة المكان وحفرت وخرجت الحجاب، وراحت بسرعة على بيتها، وملت جردل البلاستيك مية وحطت فيه كمية الملح، وقرأت المعوذتين والبسملة، وراحت على مكان الحفرة المردومة وكبت المية فوقها. وبعدها راحت السرايا وبلغت الحاجة فوزية باللي عملته زي ما أمرتها بالظبط. هنعمل ايه يا حاجة دلوقتي؟ ابعتي واحدة من البنات تناديلي على شيماء من فوق بسرعة. وخرجت تليفونها وطلبت رقم وانتظرت الرد. قالوا: يا بنتي ازيك؟ مريم باستغراب: بخير يا خالة، في نعمة من ربنا. بقولك يا قلب خالتك، أنا عاوزاكي في حاجة مهمة، بس ما ينفعش أقولك عليها في السرايا، مش عاوزة حد يسمعنا. قلت اتصل بيكي وأقولك إن جايلك كمان شوية. ده بيتك يا خالة، تيجي في أي وقت ونشيلك فوق راسنا. جت شيماء وقالت: خير يا ماما، شيعتيلي، عاوزاني في ايه؟ شوفي حنان بره ولا لسه فوق؟ قابلتها وانا نازله ليه؟ اسمعيني كويس، تطلعي تقولي لها انك عاوزاها في كلمتين، وتاخديها بره على الجنينه تتكلمي معاها، بس طولي على قد ما تقدري. وانا هتكلم معاها في ايه؟ ما انت عارفه من يوم الخناقه واحنا ما بنكلمش بعض. يا غلبي على البهيمه دي. طب ليه الغلط؟ هو انا عملت ايه؟ اسمعي يا بنتي، بس احنا عاوزينها تطلع بره السرايا، فانت اعملي نفسك كده هتنصحيها عشان تعدل من حالها ويا اخوكي، وطولي معاها شويه في الكلام، وهي دي هتسمع نصيحه من حد، وخصوصا انا فوزيه بغيظ: قسما بالله هقلع الشبشب اللي في رجلي واحطه في بقك، اللي مش بيبطل كلام على الفاضي ده. اسمع الكلام ونفذيه، وانت حاطه البلغه في بقك، سامعه؟ راحت شيماء تنفذ اللي طلبته منها بعد ما اتاكدت الحاجه فوزيه من خروج بنتها ومرات ابنها الجنينه. طلعت جناح ابنها ودورت في كل مكان هي ونعمات على الحجاب، تحت المخده وتحت المرتبه وكمان في الأدراج. وفجأة قالت نعمات: لقيته يا حاجة، لقيته. لقيتيه؟ أيوة، تحت السرير من جوه. مسكته فوزية وخرجت هي ونعمات. طب يا أختي، احنا هناخد الحجاب ده وهنبطل مفعوله، بس اللي هتحطوله في الأكل هنعمل فيه ايه؟ أنا هبلغ ابني باللي حصل عشان ياخد باله منها وما يأمن لهاش خالص. يا خبر، ده لو عرف قليل لو طلقها فيها. ما تخافيش، أنا عارفة كويس هعمل إيه مع ابني وإزاي هخليه يسكت كأنه معرفش بحاجة أبدا. حنان باستغراب: ده إيه الحنية اللي نزلت على قلبك مرة واحدة دي؟ أنت بنت عمي ومرات أخويا، ومنى عين أشوفه مبسوط ومتهني مع مراته، وكمان أشوف له ابني يشيل اسمه. حنان بحقد: أيوة قولي كده، أنت بتعايريني إني مش قادرة أجيب لأخوك الواد ويبقى بعدها معاكم حق إنكم تجوزوه عليا، مش كده يا بنت عمي؟ هو ده اللي انت فهمتيه من كلامي؟ بقالي ساعة بقولك اهتمي بجوزك واوعي لبيتك، وفي الآخر تقولي كده؟ تصدقي ان انا غلطانة اني كلمتك من الأساس؟ على رأي أخويا، انت مفيش فايدة فيكي. وبعد الغدا الحاجة فوزية وقفت عدنان قبل خروجه للشغل. يا ترى هتقول له ايه وهيكون ردة فعله ايه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة اللي جاية.